مساء الخير. تعالوا النهاردة أوريكم إزاي بتتغشوا في عسل النحل. انتوا بتجيبوا عسل نحل من الهايبر أو من السوبر ماركت. العسل اللي انتوا بتجيبوه ده بنسبة 90% مغشوش. يعني صعب جدا إن في حاجة اسمها عسل نحل. العسل ده بياخد مجهود وبياخد شغل عالي جدا، وتلاقي نفسك بتشتري الكيلو ب50 و60 جنيه، وفي ناس بتجيبه ب100 وب150 جنيه برضه مغشوش. في شركات كبيرة بتنزّل كميات في السوق بكميات كبيرة جدًا، الواحد بيقعد يسأل نفسه إزاي الشركات ديّة عندها نَحْت يكفّي إنها تطلّع إنتاج يكفّي جمهورية زي جمهورية مصر؟ لأ، وبيصدّروا برّه كمان، لحد ما اكتشفنا الطريقة اللي إحنا هنعملها مع بعض. الطريقة دي ممكن الناس تفضّلها وتعملها في بيتها، أنا باقولها للتوعية عشان تعرفي أنتِ بتتغشّي إزاي. أول مكوّن من المكونات بتاعتنا هو عسل الجلوكوز، ده عسل جلوكوز. بُصّوا كده، هتجيبي الكمية اللي أنتِ عايزة تجيبيها، أنا عندي هنا حوالي 2 كيلو إلا ربع. آه، من باب العلم بالشيء يا جماعة، أنا ما باقولش الطريقة دي عشان حد يجرّبها ويروح يعمل حاجة مغشوشة، أنا باقولها للتوعية. ماشي، دي نفس الطريقة اللي أنتِ بتجيبي بيها العسل من برّه. المكونات بتاعته إيه؟ المكونات بتاعته تافهة، يعني ده عسل جلوكوز، عسل جلوكوز اللي بيتباع في المحلات الكيلو ب30 جنيه و25 جنيه كمان. بيجيبوا عسل الجلوكوز، والمكون الأساسي عندنا هنا اللي هم بيقدروا يخدعوكِ بيه، أنتِ بتقولي أنا باجيبه نفس الطعم. شايفين ده كده؟ ده عسل نحل من عند نحّال، عسل نحل من عند حد نحّال، يعني عسل نحلي نحل بصفة أو بنسبة كبيرة جدًا أصلي. بنحط هنا منه كمية اللي أنتِ عايزاها. الفرق بين العسل وجودته بين عسل والتاني، بصوا العسل عامل إزاي؟ الفرق بين جودة عسل والتاني كمية العسل النحل اللي إحنا بنحطها. يعني أنا حاطط مثلًا على الكيلو وشوية دول حوالي نُص كيلو. ماشي، أهو. هنحط إيه تاني؟ قبل ما نحط أي حاجة لازم نقلّب المكونات دي كويس جدًا. هنقلّب عسل النحل في عسل جلوكوز. عسل النحل ده مهمته إن هو يدّينا الخواص بتاعة العسل النحل العادي، يدّينا الريحة اللي هي النفاذة. ماشي، وفي سر اللي بيضبط الطبخ على الآخر هتعرفوه في آخر الفيديو. بُصّوا كده، بنقلّب العسل خالص. هتقولي بُص العسل ده لأ، ده العسل ده لونه أبيض، التاني بييجي لنا لونه أصفر غامق كده، صح والّا لأ؟ هاقول لكم هيتعمل إزاي دلوقتي، وهاطلّعه لكم زي التاني بالضبط. أهو بُصّوا، ده بقى المكون السري، ده عسل أسمر، بنحط منه كمية ونقلّب، بنضبط بيه اللون، هو ما لوش أي فايدة كده. إحنا حطينا العسل الأسمر، هنبدأ نقلّب بالراحة. أهو بُصّوا اللون بدأ يقلب معانا. لو زوّدتوا الكمية هيطلّع معاكم لون العسل غامق، لو قلّلتوا الكمية هيطلّع لون العسل اللي هو اللون العسل العادي. هنقلّب كويس، كويس، ما تخافيش. آه، بُصّوا كده العسل، اوعوا تقولوا إن هو ده العسل اللي أنتم بتشتروه. الريحة هنا وأنا واقف حاجة قوية جدًا ونفاذة جدًا، وقريبة جدًا، جدًا، جدًا من ريحة العسل العادي. بنقلّب العسل كويس جدًا علشان درجة اللون تطلع معانا زي بعضها، ما يبقاش مشبّح معانا. أهو، آه، بُص كده، شايفين اللون عامل إزاي؟ نفس لون اللي إحنا بنشتريه من الدُكان، نفس لون العسل. ودلوقتي دي آخر حاجة معانا، ده برطمان. البرطمانات دي بتتباع في المحلات، بيروحوا جايبين البرطمانات ديّة يقوموا عابين العسل بتاعنا، بس قبل ما بيعبّوه معاهم بقى مكون سري ما حدش هيقوله لي غيري. شايفة ده كده؟ ده شمع عسل، ده عسل نحل ما ينفعش يتغش. بُصّوا كده، حاجة جاية من عند النحّال، بتيجي زي كده قالب كبير كده، بييجي من عند النحّال، بيقطّعوه. ماشي، يقطّعوه وبيحطّوه في برطمان العسل. طَب ده إيه لازمته يا عم كريم؟ ده هو السر كلّه. لمّا بنحط من هنا قطعة في البرطمان، لو برطمان كبير بنحط أكتر. أدي قطعة، ماشي، عايزة تحطّي أكتر حطّي، لكن أنا هاحط قطعة واحدة بس. ماشي، أهو عندي مثلًا كذا برطمان،
هاحط في كل برطمان قطعة ماشي، وبعد كده هنحط العسل بتاعنا. طبعًا الرغوة والفقاعات دي كلّها هتروح معانا خالص، خالص ماشي، ومجرّد ما يرتاح كده من كتر التقليب. بُصّوا العسل، شكل العسل النحل اللي أنتم بتشتروه من المحلات بالضبط بالملي. آه، ده بقى هيحصل إيه، هنغطّي البرطمان وهنسيبه 24 ساعة، وافتحي البرطمان ده ماشي، وشمّي الريحة الرهيبة اللي أنتِ هتشمّيها، عسل نحل قطفة أولى، ما حدّش خالص، خالص هيقدر يكتشفه معاكِ. هنعمل شايفين الكمية ديّة، هنشوف هتطلّع معانا قد إيه وهنرجع مع بعض. شايفين كده؟ طلّعوا معانا أدي 1، 2، 3 وآدي نُص واحد. أنتِ لو شميتِ ريحته دلوقتي أو دُقتِ طعمه مش هتصدّقي إن أنا اللي عامله دلوقتي قدّام الكاميرا. لو أنتِ عايزة تجرّبيه، أنا مش باقول كده علشان حد يروح يعمله، لو حضرتِك عايزة تجرّبيه، عايزة تعرفي أنتِ بتتغشّي إزاي، ولو هنتغش بمزاجنا، نبقى عارفين إحنا بيتعمل فينا إيه، وبيتعمل معانا إيه. وبكده أكون قُلت لكم الطريقة. لو استفدتِ من الفيديو اعملي لايك ودوسي زر اشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.